قال له أتصوم وأنت تسرق؟ فقال له سايب بيني وبين ربنا باب يمكن أرجع منه في يوم من الأيام. يا جماعة لما تلاقوا حد بيعمل حاجة لربنا أو حاجة من الحاجات المفروضة علينا أو الحاجات اللي في الدين، ما تتريقش عليه، ما تتريقش. يعني ما تلاقي حد أصلا ما كانش بيصلي مثلا ولقيته في الجامع، يا أنت بقيت شيخ وأنت مش عارف، سيبه، سيبه، يمكن ده الباب المفتوح اللي فتحه هو بينه وبين ربنا. لما تلاقيه مثلا بيزكي وانت عارف ان هو ما كانش بيعمل كده قبل كده، او انت بقيت مش، سيبه، يعني سيبه. لقيتي مثلا حد قريبك كنتوا في مكان وهو قام صلى وهو ما كانش بيصلي، انت بقيتي شيخة، انت ما تسيبيها تصلي، سيبيها تصلي يا حبيبتي، سيبيها تصلي، يمكن ده الباب اللي هي فاتحاه بينها وبين ربنا، سيبيها. لقيتي واحدة مثلا بتتكلم في حاجات في الدين وبدأت ان هي متفهمة وهي اصلا كانت قبل كده ما كانت بتعمل معاصي كتير او سيبيها، يمكن الباب ده اللي بينها وبين ربنا بتبتدي تفتحه. يا ريت كلنا مركزش مع بعض، يا ريت كلنا نركز في الحاجة الحلوة. لما تلاقي حد بيعمل حاجة حلوة ما تضغطش عليه. قصة صغيرة كنت سمعتها من الدكتور وسيم يوسف. الدكتور وسيم يوسف يا جماعة من أهم الناس اللي تقدروا تسمعوا لهم، بيتكلم فيها عن السيرة النبوية والحياة في الإسلام، وبجد حقيقي الراجل بيتكلم بمنظور الحياة دلوقتي، مش بيتكلم اللي هو لأ وجنة ونار والكلام ده، لأ حقيقي الراجل يعني تقدروا تسمعوه وبجد هيفرق في حياتكم جدا. الدكتور وسيم اتكلم عن شخص في الإسلام زمان، على قصة في قبيلة زمان، قصة سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو ده هو وزوجته زمان كانوا رايحين في رحلة، زمان كانوا بيطلعوا في قوافل وكده، فكانوا طالعين في الصحراء في رحلة، وهم في الطريق طلع عليهم مجموعة قطاع طرق ولصوص وأخدوا كل الأكل اللي معاهم. وطبعا هما ما قدروش يقاوموهم لأنهم كانوا معاهم سيوف وكده. فسهيل بن عمرو بيبص كده لقى ان في واحد منهم كلهم قاعدين بياكلوا من الحاجات اللي كانت معاه ما عدا واحد بس. فراح له سهيل قال له انت ما بتاكلش معاهم ليه؟ يعني ما انتوا سرقتوني. فقال له اصل انا صايم. طبعا يعني حالة ذهول جات لسهيل، اللي هو انت صايم ازاي؟ انت سرقتني على فكرة، انتوا بتسرقوني، صايم ايه؟ قال له اتصوم وانت تسرق؟ فقال له سايب بيني وبين ربنا باب يمكن ارجع منه في يوم من الايام. وتمر السنين وسهيل بن عمرو بعد مع الوقت كان بيحج، وفي موسم الحج لقى الراجل ده، ولقاه تاب عليه ربنا وكان من الصالحين وكده. فالقصة دي نطلع منها بحاجة اللي هو